عايز اقول لك بقى حاجة مهمة قوي، انك لازم تفرق ما بين حاجتين، ما بين سعي ونتيجة. وايه المطلوب منك فيهم؟ السعي هو بس المطلوب منك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يبقى السعي ده بتاع الإنسان، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. مين بقى اللي هيجزيه؟ ربنا. فالسعي بتاعك النتيجة بتاعتك لا لا لا، والله والله النتيجة مش بتاعتك. فانت لازم تبقى فاهم ان انت سعيت وقدمت، ولكن هيفضل جواك سؤال: هل السعي ده كافي ولا لا؟ كافي لو كان ده اخرك، كافي لو انت ما كنتش قادر تمد قلم اكتر من كده، تحط خطوة اكتر من كده. انا فعلا اديت 100% كفاءة في الوقت ده، اديت 100% كفاءة، خلاص النتيجة بتاعت ربنا، والنتيجة دايما بالكرم وبالإحسان وبالجود. ظن في الله الظن ده، فأن جزاء ما ظننت أن تنال كرم ربنا، وأن تنال يعني ما ظننت.